السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله وانتم كتابعوا في هذا الفيديو. ان شاء الله الاخوان في هذا الفيديو غنحاول نتكلم لكم على الاشجار ديال المشماش، يعني اللي كتعرفوا هذا السنه اللي وصل الثمن ديالو حتى 13 مليون للهكتار، اللي عنده الشجر اللي عنده 7 سنين 8 سنين. اما الخوخ اللي وصل الثمن ديالو حتى 14 مليون للهكتار، يعني على حساب السنه الاشجار وكيفاش دايره هذه الغله هذه. كما كتلاحظوا الاخوان هذه الشجره ديال المشماش، يعني تبارك الله الحبات اللهم بارك. العام هذا الاخوان هذا السنه هذه المشماش شويه قليل على حسب النواره طاحت له. كما كتعرفوا المشماش ضرب، يعني هذا اللي ما داواش، يعني حتى هذه السنه هذه شويه قليل. يعني هذا المشماش هذا ما كيزرعوش الفلاحه بزاف. كما كتعرفوا هذه المنطقه ما فاس مكناس اغلبيه كيزرعوا غير الاشجار ديال الخوخ. في هذا الفيديو الاخوان كما غتلاحظوا غنوريكم واحد الطريقه كيفاش كنتو زارعين الشجر، يعني ديال الخوخ اولا ديال المشماش اولا ديال البرقوق، كيفاش شنو غادي تزرعوا في الاشجار هذه. يمكن لكم تزرعوا واحد الزراعه منها كتستغلوا الاشجار ومنها كتستغلوا هذه الزراعه هذه اللي يمكن تزرعها في الشجره ديالك وتحاول تجني منها واللي هي مطابقه لهذه الاشجار هذه. دابا غنديكم ان شاء الله غادي تشاهدوا هذه الزراعه هذه كيفاش استعملنا ليها. يلا معنا الزراعه هذه اللي يمكن تزرعها في الاشجار، ديك واحد الغله اللي هو زوين. اول حاجه بعدا تبارك الله واحد الخوخ تبارك الله الخوخ بدا كيطيب، يعني هذه الشجره هذه الزراعه ديال الخوخ شويه بكريه هي اللي كطيب دابا في هذا الموسم هذا. تبارك الله راه قريبه واحد الاسبوع غادي تكون طايبه. اما الزراعه اللي كنتكلم عليها الاخوان يمكن تزرعوها كما كتلاحظوا هي القرعه. يمكن تستغلوا هذه الفراغات ديال الشجره، وفي كيكون التيو ديال الماء كينقط ديال الشجره يمكن لك تزرع القرعه، حيت القرعه هذه راها السبيتيه زوينه تبارك الله. وهذا الفلاح كيستافد من جوج ديال الزراعات. وعلاش القرعه بالضبط وما قلت لكمش تزرعوا الدلاح اولا البطيخ؟ حيت الاخوان القرعه الاستعمال المبيد اللي كنستعملوه اولا الماكله اللي كنستعملوا للخوخ هي مناسبه للماكله ديال القرعه. هذاك الشيء علاش يمكننا نزرعوا القرعه. اما لا درنا الدلاح اولا البطيخ فهاد الجدر ديال الخوخ، كما تعرفوا البطيخ اولا الدلاح الدواء ديالو اللي كنستعملوا الاشجار راه غادي يحرق لنا هذا البطيخ اولا الدلاح اللي زرعنا. ولكن القرعه لا، كتنجح الزراعه ديالها 100%. وعلى هذه الطريقه اللي قلت لكم الاخوان كما كتلاحظوا ها هي، يعني هذا الفلاح زرع بزاف ديال كل خط داير فيه حبه ديال القرعه وكيستافد من هذه الزراعه هذه. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الاخوان، واللي عنده اي سؤال فمرحبا. ما تنساوناش بالدعم في القناه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.